السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناتنا افتكاسات البيت المصري. النهارده جايين نتكلم مع بعض عن السفنجه دي. اسمها سفنجه السكراب او سفنجه ازاله الجلد الميت او التقشير، او بيقولك الليفه المغربيه السريعه، الليفه الكوريه، الليفه الصينيه، حاجات كتير جدا، اسامي كتير جدا طلعوها عليها. ايا كان انا شايفه ان هي انسب اسم ليها سفنجة السكراب السريع. تمام. الاسفنجة دي زي ما انتم شايفين، دي انا استخدمتها بقالي كتير جدا. بصوا دي ناشفه جدا جدا، بصوا ناشفه جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين. طب هي اللي هي بتيجي كده؟ لا، هي ما بتجيش كده. انا جايبه واحده جديده اهي، نفس النوع ونفس كل حاجه عشان اوريها لكم. تمام. هفتحها اهو قدامكم اهي. لما بتيجي طرية جدا وجميلة جدا وناعمة، شايفين؟ وبتبقى كأنها مندية، شايفين؟ لكن دي لما بعد الاستخدام بيبقى مستحيل حجر، بتبقى حجر جامد زي شبه الحجر الخفاف كده، بس طبعا عمرها ما هتكون بالصعوبة بتاعته يعني والنشفان بتاعته، لكن تحسي ان هي زي الطوب، كأن معاكي قالب طوب. تمام. طيب دي بنستخدمها ازاي؟ في ناس كتير اختلفت عليها، ناس قعدت تقول حلوة، ناس قعدت تقول وحشة جدا وملهاش اي لازمة. كمان هي اسعارها كانت يعني غريبة، بسمع فيها اسعار غريبة، 50 و80 واسعار غالية. فما كنتش حابة اجازف بيها. لما لقيت سعرها مناسب قوي اشتريتها وقلت اشوف معاكو ايه هي. تمام. يلا بينا كده نشوف ايه طريقة الاستخدام بتاعتها والدنيا بتاعتها ايه. الناس اللي قالت عليها وحشة، هي قالت عليها وحشة عشان ما عرفتش تستخدمها او ما استخدمتهاش بالطريقة الصح بتاعتها. طيب ايه بقى الطريقة الصح بتاعتها؟ الطريقة الصح بتاعتها ان هي ناشفة كده، زي ما احنا قلنا ان هي بتبقى ناشفة حجر. تمام. انا بندي جسمي، انا وانا باخد شاور عادي، تاخدي الشاور بتاعك طبيعي، بتبدأي تاخديها جسمك الندي. طفي الميه بقى، اقفلي الميه خالص، وابدأي ان انتي ادعكي جسمك كده بيها، بديل للليفة المغربية. هتلاقيها يعني ادعكي شوية، مش من اول استخدام كده، مش من اول فركة هتطلع الجلد الميت، لا، افركي شوية كده، مرتين تلاتة كذا مرة كده، لغاية ما تلاقيها طلعت طبقة رقيقة من الجلد الميت على البشرة. طب هل هي بديل للليفة المغربية؟ لا طبعا، ما ينفعش تكون بديل للليفة المغربية، بس هي بتعمل تقشير سريع وبتشيل طبقة كويسة من الجلد الميت على الجسم، وفي نفس الوقت هي مش بيكون فيها دعك شديد، ومش يعني مش بتسبب الاحمرار الجامد، او مش بتعمل احتكاك شديد قوي زي الليفة المغربية. فبالتالي انا شايفاها مناسبة للاستخدام السريع. تمام. فهي طريقة استخدامها الصح ايه؟ انا جسمي اخدت الشاور بتاعي والدنيا تمام، طبعا يفضل شاور سخن، ابدأ اقفل المية وادعك جسمي بيها. هي طبعا رائعة جدا للايد وللرجل وللجسم كله. لكن تيجي بقى يعني الوش والمناطق الحساسة والكلام ده، ما ينفعش ان انا استخدم فيها حاجة زي كده، لان بتبقى طبقة الجلد رقيقة جدا ومش محتاجة اي دعك جامد او يعني احتكاك شديد بالمناطق دي. لكن اما بقى الايد او الرجل او الجسم مثلا بيتحمل الاحتكاك ده. هل هي مثلا بتحتك جامد بالجسم؟ لا، بحس ان هي بتطرى مع المية، مفيش النشفان ده. المية بتبدأ ان هي تطريها، وتبدأ ان هي تشوف شغلها، بتبقى ايه، ما بتوصلش للدرجة دي، بس بتبقى ايه، طرية شوية، ما بتبقاش الناشفة كده. يعني بصوا الفرق بين دي، مفيش اي حركة، لكن دي فيها حركة. تمام. الناس بقى اللي بتقول لا بليها هي مية ودعكي بيها جسمك، حضرتك هي مبلولة مية وجسمك فيه مية، طب ازاي؟ يعني ازاي؟ فالصح ان جسمك هو اللي بيكون مبلول. خلي بالك من حاجة، ان انتي
وانتي بتدعكيها ما يجيش بقى ميه نازله شلال ميه عليها، يعني ما تسيبيش الميه مفتوحه وانتي شغاله بيها، او تسيبي شعرك يقعد ينزل الميه على جسمك وانتي شغاله. لا، هي بتمتص الميه اللي على الجسم في المنطقه دي، وتبدا ان هي مع الفرك خلاص هي شربت الميه اللي في المنطقه دي، وهتبدا تطلع الجلد الميت اللي فيها. بس كده. ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ انا بصراحة مش شايفة لها عيوب، هي كويسة. يعني ممكن هي ما بتعملش سكراب تقيل، هي بتعمل سكراب خفيف، بس هو ده اللي الواحد عايزه، مش لازم اعمل سكراب تقيل قوي. يعني استخدام الليفة المغربية ده بيتم يعني على فترات متباعدة، مش هعمل كل اسبوع او كل كام يوم ليفة مغربية. فدي حاجة حلوة وسريعة جدا، ومش هقول بديل بس شبيه شوية بالليفة المغربية. تنفع مع الماميز اللي عندهم اولاد صغننين بيبقوا مستعجلين ما عندهمش وقت يعملوا حاجة، فدي هتبقى حلوة قوي قوي معاهم. الناس اللي بشرتها حساسة ومش بتتحمل الليفة المغربية دي، انا واحدة منهم بصراحة، بعاني من الموضوع ده. فدي كانت حلوة ان انا مش بضطر اعمل ليفة مغربية باستمرار، فدي لذيذة بتنجز معايا. كمان تنفع لبشرة الأطفال، بس ما تستخدمهاش بصفة دورية يعني. بس مش الأطفال البيبيز، الأطفال الكبار شوية يعني فوق ال6 سنين وكده، بتكون بشرتهم متماسكة شوية، لأن هي ما بتعملش احتكاك شديد تخوفك أو كده، فهي تنفع لفوق ال6 سنين. أنا مش شايفة لها عيب، أنا مش شايفة لها عيب بصراحة، شايفاها إن هي كويسة ومناسبة. سعرها كام؟ انا جبتها ب12 جنيه ونص يا جماعه. انا مش مصدقه، انا لما لقيت السعر ده قلت لا والله اشتريها واجربها، مع اصلي اختلفت عليها الاراء بشكل رهيب، فاللي هو لا ب12 جنيه ونص، طب حلو قوي، خلاص هاتوها نجربها، ايه المشكله؟ فبصراحه جبتها وانا بقالي اكتر من شهر بستخدمها. انا مرضتش اعمل ريفيو عنها الا بعد استخدام اكتر من شهر، واستخدمتها عليا واستخدمتها كمان مره على ابني، ما كانش في اي حاجه كانش في اي احتكاك ولا اي احمرار ولا اي حاجة خالص. فعشان كده قلت ان هي تنفع للاطفال. ابني عنده 6 سنين ونص على فكرة. فاستخدمتها وهو كان مبسوط بيها على فكرة، يعني عشان كده انا جبت له دي تبقى خاصة بيه هو، عشان انا بحب كل واحد يبقى ليه حاجته الخاصة بيه. تمام. بس كده اعتقد دي كل المعلومات اللي ممكن تفيدكم. هل انصح بشرائها ولا لا؟ انصح بيها جدا كمان، مش انصح بيها بس، هي حاجة لذيذة وكيوتة وسعرها مناسب. وبتعمل مفعول كويس، فبالتالي انا انصح ان انت تجيبيها. هتفيدك وبتعملي كأن تقشير سريع او سكراب سريع للبشرة. بس زي ما قلتلك اهم حاجة ما تسيبيش المية او تسيبي شعرك المبلول ينزل عليه وهي شغالة، لا، هي المنطقة اللي انت بتشتغلي عليها بتبدأ ان هي تشرب المية اللي في المنطقة دي، وبعد كده تحتك احتكاك خفيف بسيط وتطلع طبقة الجلد الميت اللي فيها. بس كده. ودي كانت معلوماتنا اهي، شكل الكيسة بتاعتها عشان لو حد بيقولي لا مش الأصلية، لا هي اهي. وكل اللي جابوها بأسعار فوق ال50 وفوق ال80 وب100 وي كمان، كانت نفس الشكل بنفس الكيسة، وده اللي خلاني ان انا اجيبها. بس ادي شكل الكيسة بتاعتها. بس كده، يا رب اكون افدتكم وقلت لكم كل المعلومات عنها، واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات افتكاسات البيت المصري.